السيدة مي، إحدى ساكنات ميدان رمسيس بجوار مسجد الفتح. سيدة مي، هل تشاهدين ما يحدث الآن أمام مسجد الفتح؟ عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. لا، انا مش ساكنه هناك. احنا طلعنا مظاهره من الو حضرتك معايا. أنا سامع حضرتك، تفضلي يا فندم. احنا طلعنا مسيره كبيره 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 بالمليون، وقابلتنا مسيره ثانيه طلعناها من الزيتون، وقابلتنا مسيره ثانيه. وقبل ما نوصل كل واخدينها مشي سيدات في عز الحر وفي عز نار جهنم. قبل ما نوصل لرمسيس لقينا الناس عمالين بتقولوا هم قفلوا الطريق، الناس ما جوش من رمسيس وعمالين بيضربوا. اتفاجئنا بالطيارات بتضرب من فوق القناصه على اخواتنا. بقيت الجثث عماله تقع قبل ما نروح، والمستشفى عماله تنادي ويزعقوا وحد يجي ينقذ، حد يجي يشيلها، عايزين اسعاف، عايزين دكاتره لحد كده. وبصينا لقينا ساعه والناس عماله تشيل في الجثث. الناس بعد كده اللي هم اصحاب الجثث دول كان جثه دخلت العربيه، اخوات وناس كتيره دول يطلعوا بالميلات وعشان يطلعوهم ياخدوهم وهم في حاله طبعا مش قادره لك عمالين يقعوا في الارض. منعوهم انهم يطلعوا وقالوا ان احنا كده اتحاصرنا في الشارع اللي هو في بنك فيصل الاسلامي. بصينا لقينا اللي عمال يجري يمين ويجري شمال. غاز، قنابل غاز اترمت علينا، ما اعرفش جت منين، بقت اللي استخبى هنا واللي استخبى هنا، بتاخد بيد بعض شويه يدخلوا علينا بتوع البلطجيه اللي ماسكين سواتير. بقى الناس تستخبى تحت العربيات واللي استخبونا بالسواتير يجروا. انا عايزه اعرف اللي بيحصل ده ايه؟ عايزه تجاوب عليا، عايزه اعرف كلها تفضل. يعني أرجو أن تهدي سيدة مي حتى نسمعك جيدا. حضرتك الساعه 3 الصبح نزلوا عملوا اعتقالات لجميع وحبسوهم. اللي بيحصل ده عن دوله ليه؟ انا عايزه اعرف. والله اشهد يا رب، اشهد يا رب، احنا ماشيين بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. كلنا ماسكين مصاحف في ايدينا، هو ده سلاحنا. اوعى يا ناس تصدقوا ان الجماعه اللي قالوا عليهم اخوان اللي انا مش واتشرف اني اكون واحده منهم بعد ما شفناهم في رابعه وبعد ما شفناهم بيصلوا وسلاحهم الله اكبر. هو ده السلاح الوحيد اللي معاهم. اوعى يا ناس، اقسم بالله ناس شرفاء، احسن ناس الواحد شافهم، ما عندهمش غير ربنا. شكرا. طالعين سلميين قناصه حضرتك ترمي علينا بالرصاص. الطيارات فوق راسنا بتاخدهم زي العصافير. امبارح كانوا جايبين ساعه رابعه حضرتك، الضباط اللي بيموتوا ماسك لجنة في بقه وبيندب اللي بقى بيت بس لا ولا كان بياكل عصفوره. انا حتى لو عصفوره مش عايزه اخد اخواتنا. شكرا جزيلا لك. وضحت الفكرة. السيدة مي كانت تشارك في مسيرة اليوم ورأت أيضا طائرات تضرب المتظاهرين بالرصاص الحي.